جربت الخلطة السحرية الخطيرة، ماسك الكوري الخطير، سر بياض الكوريات ونقاوة البشرة تاعهم وصفائها وشبابها، مبيض ومقشر للبشرة، كما يقضي على البشرة الميتة ويرجع البشرة تاعك تبدو أصغر سن. شوفوا معايا مكونات هذا الماسك اللي طالع كريمي رائع بمكونات عندك في كل بيت. تبعوا معايا خطوات التحضير تاعها. السلام عليكم حبيباتي، مساء الخير، نتمنى تكونوا بخير. جيتكم بوصفة رهيبة، ماسك رهيب تبييض البشرة، يصفي لك البشرة، يخلي لك وجهك نقي ناصع البياض، ينحي لك كل من حروق الشمس، الكلف، النمش، آثار حبوب، كل المشاكل اللي في البشرة راح تختفي مع هذا الماسك كالسحر. نشوفوا مكونات الماسك البسيطة. نحتاجوا قشرتين من الموز. الماسك المادة الأساسية تاعو هي قشور الموز، بعد ما غسلتهم وقطعتهم هكا قطع صغيرة. نحتاجوا قشور موزتين. نحتاجوا ملعقة من الأرز، أي نوع أرز يكون عندك. أنا استعملت هنا أرز الأبيض. كمية من الماء مش شرط قد هاك حتى يطيب لك الأرز تاعك، كيما الأرز البسمتي طلب كمية من الماء ما يطرى معنا يصبح طري. نبدأ بتحضير هذا الماسك. نجيبو كاسرول، نحطو الموز تاعنا، قشور الموز، نضيفو عليها ملعقة الأرز. نعرفوا الأرز بلي مفيد للبياض البشرة، يقلب لك البشرة تاعك فلتر. نحتاجو كمية من الماء، قادرة نكتفي بهذه الكمية، كما قادرة نزيد. نديهم فوق النار ودرك نولي ليكم بعد ما يطهى هذاك الأرز يصبح طري. نكملوا الخطوات مع بعضها. نحطوه في مصفايات كيما هكا حبيباتي، ونصفيوه مليح مليح مليح. تحصلنا على هاد لاكريم اللي بعد ما صفيناها بالمصفايات او تصفيها بشاش، تحصلي على هاد لابوري تاع الارز وقشور الموز. نضيفوا لهم ملعقه من الليمون. اللي عنده بشره حساسه من الافضل انه يزيد نعصروا شويه ليمون، بس ملعقه كبيره. اللي عنده حساسيه ولا البشره تاعو حساسه، اللي عنده حساسيه من الليمون، تقدر تسبلي عصير ليمون بماء الورد. خلطو مليح
ونضيف لها ملعقة صغيرة من النشا. يكون عندك ماسك يتقدر تحفظي به في الثلاجة تاعك لمدة شهر. ماسك راح يبيض لك البشرة تاعك، ماسك اللي راح ينحي لك التجاعيد وراح يعمل كمقشر ايضا للبشرة، ويبيض وينحي لك جميع مشاكل البشرة. اكيد نجيبو علبة تكون معقمة ونظيفة نحطو فيها الماسك تاعنا هذا الرائع اللي راح يرجعك أصغر من عمرك ب10 سنين، يقلب لك بشرة تاعك خالية من التجاعيد. إلى نهاية الفيديو حبيباتي ما تنسونيش اشتراك في القناة اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس ما يوصلكم جميع الفيديوهات اللي راح نحطها واللي راح تفيدكم وتناسبكم في هذا العيد، تحصلوا على بشرة صافية ونضرة مع ماسكات طبيعية تحضريها من بيتك.